في زبونة اشتكت عليه وهي شكوى غير حياته إلى مليونير. في عام 1853 في مطعم بفندق هاوس مونزلاك كان في طباخ اسمه جورج كراه بيقدم بطاطس مقلية. في وحدة من الزبائن رجعت البطاطا لأنه هي بطاطا سميكة كتير، قالت بدي رجع البطاطا ارفع لي إياها أكتر. جورج هون نفذ طلبها، ارفع البطاطا مقلية أكتر وبعدها رجع لها إياها. لكن هي البنت ما قبلت، قالت إنه بطاطا لساتها سميكة. صار في جدال بين جورج وهي زبونة، يعني وصلت لدرجة إنه خلاص يعني بابا تشتري من عندي. جورج فقعت معه، قرر جورج يقطع البطاطس ارفع ما يمكن زي ورقة ويقليها زيادة لحد ما تكون مقرمشة جدا. لكن المفاجأة هي الزبونة عجبت هي البطاطا بشكل مو طبيعي، ومن وقتها يا جماعة الخير انشهرت شيء اسمه بطاطس رفيعة، يعني فينا نقول تولدت اشهر وجبة خفيفة في العالم. جورج تغير حياته 180 درجة. وبس تقدروا تلاقوا هذا الايموجي